طيب احنا معانا دلوقتي الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكل صراحة وبكل أمانة من الواضح أن رد الفعل الأقوى على هذا الرسم الكاريكاتيري الذي ساهم المهندس نجيب ساويرس غير قاصد كما يؤكد للمرة السابعة، رد الفعل الأقوى كان بين التيارات السلفية الغيورة على صورة الإسلام. عندي لحضرتك أسئلة كتير وعايز أدي حضرتك الفرصة أيضا أن تعبر عما في نفسك، لكن ربما السؤال الأول، هل تقبل اعتذار المهندس نجيب ساويرس؟ آسف جدا، سؤال حضرتك منحاز تماما، وانا اقدر اعذر حضرتك لان حضرتك بلا شك مقدم برامج في القناه التي يمتلكها نجيب ساويرس. ايه علاقته ده يا دكتور؟ ايه علاقته؟ معلش حضرتك ابتداء وانت بتسالني قلت لي غير القاصد، ما سبتليش فرصه انا اعبر، ما سبتوش هو يعبر عن نفسه، وحبيت تقول ان رد الفعل الاعنف بين السلفيين. انا شايف لا، المسلمين زعلانين. لا اله الا الله، لا انا قلت رد فعل اعنف. نجيب ساويرس سب الدين على الهواء مباشره عده مرات على تلفزيون الحكومه، على التلفزيون الرسمي للدوله. سب الدين؟ انا اللي يضطهدني اطلع دين مش عارف ايه، والكلام موجود على اليوتيوب للي عايز يشوفه. فيعني رجاء بس نحط الامور في نصابها. اذا كان هناك رجل اعمال سواء كان مسلم او نصراني معاه امواله بيستثمرها بالحلال وبيحترم دين الشعب اللي هو بينتمي اليه، فكل الناس بترحب. لا، الشعب عنده الشعب ده جزء منه عنده دين تاني غير الاسلام. الشعب ده الشعب ده في جزء منه يدين بالديانه المسيحيه وجزء منه بيدين بالديانه الاسلاميه. واللي بيدينوا بالديانه المسيحيه اللي بيحترموا العقد الاجتماعي اللي بينهم وبين المسلمين بيحترموا طبعا المسلمين. يعني عامه النصارى اللي بيعيشوا في مصر غنيهم وفقيرهم يحترمون دين المسلمين طبعا. لكن في قله، ربما البعض بيبقى شايف ان ملايينه او ملياراته قد تشفع له انه يسب هذا ويشتم هذا ويتعدى على المقدسات. ممكن يكون شايف انه من حقه ان يشمئز من غير منظر الحجاب في الشارع، مش صح. الحجاب دوت هو من دين المسلمين، فضلا ان هو اصلا موجود في العهد القديم من الكتاب المقدس. لو كان هو عنده وقت يرجع لكتابه المقدس ويعرف فيه ان حتى النقاب ذاته مذكور بالاسم في الكتاب المقدس. لكن الراجل في عهد مبارك، وطبعا كان الاعلام كله بيسمع له، قال ان هو بيشعر بالغربه لما بيمشي في شارع القاهره. وبعدين بعد كده برضه كالعاده هو الراجل بيهزر كتير وبينسى كتير، وانا ما اظنش ان في رجل اعمال ناجح بيدير مؤسسات كبيره بهذا الحجم ممكن يكون بتفلت عباراته منه بهذه السهوله، والا ما كانش ناجح في مجال عمله الخاص ومجال عمله اللي الناس شايفاه واللي الناس مش شايفاه. فاذا هو الراجل بعد ما طلع علينا واستاء من منظر الحجاب وشعر بالغربه. طبعا انا مش عايز ادخل في علم الانساب وتواريخ العائلات المصريه، لان العائلات المصريه العريقه برضه معروفه. انا مش عارف، لدي شعور ما بان عائله ساويرس اصولها يونانيه وليست قبطيه، ولكن كل من يحمل الجنسيه المصريه هو في الاخر مصري. يعني يا عم احنا من سوهاج، يا عم احنا من سوهاج. معلش يا باشمهندس، انا هدي لك فرصه. ماشي معلش، هو انت خليني اكمل. لا اتفضل كمل يا دكتور. ان هو يعني في يوم من الايام قال بيشعر بالغربه، ما اعرفش غربه ايه، لما يلاقي الناس محتشمه، لما يلاقي الناس بتتبع طريق ده. انا راجع قال اصل انا كنت بتكلم على الشادر الايراني، مع ان برضه اعرف ان هو يعني بيقول ان هو ليبرالي، والليبراليه اللي عايزه تلبس المينيجيب الباريسي تلبسه، واللي عايزه تلبس الشادر الايراني لو كان ايراني يعني تلبسه، مع ان ما فيش في مصر حد بيلبس الشادر الايراني والاسدال اللي الناس بتلبسه. هنا تصميم مصري صميم بيتعمل حتى فاتح بيوت ناس كتير. فاذا انا يعني هنا يا ريت بس نقول انه هو الغلطه مش مره ولا اتنين ولا ثلاثه، اخطاء متكرره يبدو انها في اللاوعي اللي كنا بنشوفه قبل الثوره، البشوات والاقطاع ورجال الاعمال لما يحس ان فلوسه
تبرر له انه يغلط وبعدين يعتذر، والناس تقبل اعتذاره بمنتهى السهوله، او ما تقبلش يخبطوا راسهم في الحيط، لان هو اللي بيجي يتعدى عليه بيطلع مش عارف ايه زي ما هو قال قبل كده. وبالتالي يا ريت برضه نحط الامور في نصابها. القضيه مش قضيه يعني اختلاف دين، لان لو في مسلم عمل الاخطاء دي ربما كان وجه بعاصفه اشد مما يعني وجه بها نجيب ساويرس. القضيه لما يجي يقول قبول الاعتذار، انا لو هو غلط فيا خاصه كنت ممكن ساعتها اقبل الاعتذار، لو غلط في السلفيين خاصه كان ممكن اتشاور مع جمعيه الدعوه السلفيه واقول نقبل الاعتذار ولا لا. لكن للاسف هو غلط في الدين المسلمين ككل عده مرات، هو غلط في الجماعه الوطنيه اللي بينتمي اليها عده مرات، وبالتالي انا ربما كان معد برامج في قناه اخرى غير قناتكم يعني قالت لي على حلقه برضو كانت هي ده مشروع عندها، ربما كانتش اطلعت عليه لسه اطراف اخرى، وانا قلت لها انا ما عنديش فرصه ان انا اقبل اعتذار نيابه عن الشعب المصري. ممكن نجيب النائب العام، نجيب اي حد يكون لديه صلاحيه اوسع شويه في انه يشوف هل يعني ليه اشمعنى نجيب ساويرس على وجه التحديد هو اللي دايما بيغلط في الشعب المصري، او يعني على وجه الخصوص في دين الغالبيه العظمى منه، اللي دايما بيهزر هزار سخيف بطريقه مش مقبوله، وليه دايما بيرجع يعتذر، وليه الاعلام بيقبل العذر بسلاسه كبيره جدا. ويعني عموما احنا عايزين نقول يعني الشعب المصري ما بيقبلش الهزار في الامور التي تمس الدين. جميل. عايز اقول ان اللحيه الشعب المصري كله يعرف انها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن السلفيين شايفين انها واجبه فبيتمسكوا بها اكثر، لكن الشعب المصري كله شايف انها عموما من الدين، وبالتالي لا يقبل السخريه منها، لكن ممكن ما يربيش دقنه بس مش هيقبل السخريه منها. جميل. الشعب المصري كله يعرف ان النقاب يعني على الاقل هو زي امهات المؤمنين، برضه البعض ممكن يكون شايفه واجب على كل نساء المسلمين والبعض لا، بس هم عارفين ان هو من الدين. وانا بضيف هنا بعدد لا باس به من الشعب المصري يعرف ان النقاب مذكور باسمه كده النقاب في العهد القديم 3 مرات، ويعرف ان على الاقل الزي بقى اللي هو عند المسلمين يسمى الحجاب ما زال الى الان اللي بتتمسك بدينها من النصرانيات الرهبانه او غيرها بتلبسه، يبقى هو كده اهالي الشعب المصري كله يعني. فانا برضو مستغرب ان هيطلب مني انا اقبل الاعتذار او لا اقبله. فعلا انا بؤكد لو كانت قضيه شخصيه كان ممكن اقبل فيها الاعتذار لمجرد انكم تكررتم. طيب جميل جدا. انا اشكرك جدا دكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوه السلفيه بالاسكندريه.